بسم الله. القصة ديال اليوم وقعت في الكويت، في واحد الوقت اللي كان فيه الغنى الشعبي هو روح الأعراس. والاسم اللي كان داير ضجة في داك الزمان هو نورة. نورة الطقطاقة. نورة ما كانتش غير مغنية، بل كانت علامة. أي عرس ما كانش فيه نورة الناس كيقولوا عليه ناقص. صوتها كان قوي حاد، كيدخل للقلب بلا استئذان. والفرقة ديالها كانت معروفة بالانضباط والاحترافية في الخليج كامل. كانوا كيتسابقوا باش يحزوها. فلوسها كانت كتزاد، عرس مراس، والشهرة ديالها ولات كبر من بعد الفنانين الكبار. ولكن فجأة وبلا حتى إعلان، نورا وفرقتها اختفاو. لا حفلات، لا تسجيلات، ولا حتى تصريح واحد كيبين علاش اختفات. تما الصحافة غادي تتحرك، القصص بدات كتروج. كل واحد واش كيقول، شي قال لا يمكن مرضات، شي قال يمكن شي خلافات بينها وبين الفرقة ديالها. ولكن الحقيقة كانت أبشع من الخيال. من بعد محاولات كثيرة من الصحافة باش يعرفوا علاش نورا حبست الغنى، قدر صحافي واحد يقنع نورا دير تسجيل صوتي فقط. ولكن نورا شرطات عليه واحد الشرط، شرط هو انها ما تبانش صورتها وما تعاودش تهضر لهذا الموضوع من بعد. وبصوت مبحوح بدات نورا كتحكي شنو وقع لها. قالت: واحد النهار جوني مكالمات غريبة، واحد المرأة ما عرفتهاش، صوتها كان هادئ بزاف ولكن فيه واحد البرودة خايبة. طلبت منها تجي العرس بنتها الوحيدة. قالت لي: انا ورا هاد النهار العطلة للفرقة ديالي وما يمكنش تخدم. ولكن لما بقات كتعاود نفس الجملة: عندي بنت وحدة وبغيت نفرح بيها، نعطيك اي ثمن تطلبي. ولكن رغم الاحساس اللي شدها وافقات، حيت نورا عطات الكلمة. وصلت الفرقة في الليل، الدار كانت كبيرة، اضواء ديالها شاعلة بزاف، كيعطي واحد الاحساس غريب. والماكله كانت كثيره والاصناف متشتته، شي داخل شي خارج. نورة الطقطاقه هذيك الساعه غادي يراود الشك. قالت: كيفاش هادو عندهم فلوس وجاو داروا العرس هنايا في بلاصه مخليه، بلاصه بعيده على بنادم؟ ولكن هذا ما كان السبب باش تعرف اشنو كيتسناها. المهم كما قلنا، كانوا الناس داخلين وخارجين، الناس كيتزادوا ولكن ما كيهضروش بزاف. تما غادي يسلموا عليهم. لاحظت نورا واحد الحاجه ما قدرتش تفسرها: اليدين ديالهم ناشفين وباردين. العروسه والعريس كانوا جالسين في الوسط، لابسين واحد اللباس مطرس، الوان غريبه بحال شي ملوك قدام. ما كيهضروش، ما كيتحركوش، غير عيونهم كتراقب. ولاحظت حاجه اخرى: الحراره كانت طالعه بشكل كيخنق. تما بقات كتغني ولكن واحد شويه غتعيا. نورا طلبات ترتاح شويه، طلعت للطابق الفوقاني. الصدمه الكبيره كانت انتظار. الغبره، الغبره في كل مكان، والاتات قديم ومهرس، الحيوط مشقه بحال الطابق ما عمر شي عرس داز فيه وما عمر شي واحد سكن فيه. مش شحال هذا. جلسات رغم العيا غتغمض عينها شويه، تما غتدخل في واحد الحلم قصير، حلم ما بغاتش ننسى لحد الان، حلم مرعب. قالت نورا: هادشي اللي غادي نعاودو لكم دابا بصح. شفت امرأة وجهها كامل كحل، شعرها طويل ومنقوش، كتجري عليها تابعاني وكتكلم بواحد اللغة ما مفهوماش. صوتها هادي ما يمكنش يكون ديال البشر، الصوت بحال الزمجرة، بحال الزمجرة ديال الحيوانات. حاولت تفيق ولكن الجدران بدات كتهز والصوت كيقرب. هبطات كتجري على الفرقة ديالها. قالت نورا: من طلعت وهبط بنادم تزاد بزاف. واش بنادم؟ الله اعلم. ولكن ما لقاش البشر اللي شافت قبل. والناس بدات كتشطح بطريقه هستيريه، رجلي معامرين بالشعر، رجلي معوجه، اصوات كتطلع اكثر من الموسيقى، الناس كيزغردوا بواحد الزغاريد كتشق الودنين. الرجال كيضحكوا واحد الضحك خايب، الوان ديال الملابس، الوان ما عمرني شفتها تبدلات قدام عينينا. تما غادي يعرفوا هذاك العرس اللي داخل اللي ما يمكنش تكون ديال بني ادم، عرس باينه ديال الجن. صاحبتها مينا قالت لها: يلا نمشيو. قالت لي: لا مشينا دابا كونوا متاكدين غادي يأذيونا، غير صبروا شويه، صبروا غير حتى يطلع الاذان الفجر وما توقفوش. الوقت بدا كيدوز ببطء، ثواني بحال الساعات، والناس كيتزادوا كتر من كتر وكيزيدوا يشطحوا بطريقه هستيريه راسا على عقب. وفجاه غادي يطلع الاذان.
صوت الاذان قطع كل شيء. في لحظه واحده كل شيء اختفى. دار خوات بحال عمر كان فيها شي حاجه. دار مهجوره، ماشي هي الدار اللي دخلنا لها المره الاولى. لا ناس، لا عرس، ولا حتى اثار كيبين انه كان شي حاجه هنا. غادي يخرجوا كيجريو، غادي يتلاقاو مع واحد الراجل كبير في المنطقه. سولو، قال لي مالكم كتجريو؟ غادي تقول لي نورا داكشي اللي وقع. تما غادي يشوف فيهم واحد العينين عامرين خوف، وقال لي هاد الدار مهجوره من سنين طويله ومعمر شي واحد دار فيها شي عرس. غادي يتصدموا كاملين. ومن داك النهار نورا حبسات الغنى مرة، صوتها سكت، وفرقة اللي كانت مجموعة من شحال هادي تفرقات. وباش تعرف، شي مرات الا غنيتي بزاف كيجيو يسمعوك اللي ما خاصهمش يسمعوك. وهنا غتكون سالات القصة ديال نورا الطقطاقة اللي كانت احسن مغنية في الخليج. الا وصلتي حتى لهنا ما تنساش سيبورتي خوك، واحد المتابعة، واحد اللايك، وديري واحد كومونتير قول لي شنو القصة اللي بغيتي نهضر لها في الفيديو الجاي. يلا تهلاو.